السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم هدى. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد الطريقه صحيه، هي غديوه صحيه. الحوت غادي نديروه في الفران، كيجي تماما بحال مقلي، ماشي مناقش بالمره، لا في المذاق ولا في الشكل. غادي نخدموا اليوم بالميرنا، وغادي نشارك معكم واحد السلطه اللي حتى هي بصلصه صحيه. غادي تنفعكم ان شاء الله في رمضان ولا في الصيف، كتجي لذيذه. هاد الاكلات بجوج وكانكم كتاكلوا ماكله عاديه، يعني ما غاديش تحسوا بالفرق. ساهلين ولذاذين. خليكم معايا، ما نطولش عليكم. مرحبا بالناس الجداد، وشكرا للعائله ديالي على الكومنتات الزوينين ديالكم. الله يخليكم عليا، الله يخليكم، ديما تشفق راسي. اذا هنايا عندي انا الميرنا، عندي تقريبا شي كيلو ونص ديال الميرنا اللي خديته وغسلته وخليته كينقط مزيان. وغادي نجي ونزيد نشفو بهذا الورق ديال الورق النشاف، ضروري نتاكدوا من انه ناشف. غادي ناخذ وغادي ندير عليه غير شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. من بعد غادي ناخذ القطع وغادي نقلبهم، نمسحوا حتى ديك البلاصه اللي كنزلوا فوقهم. هكا غادي نتاكدوا تماما ما عندناش قطره ديال الماء. غادي نجيو ونقلبوهم، وهاد الطريقه ضروريه من انكم تنشفوه باش ما يلصقش لكم حتى في اللاطه ديال الفران. غادي نقلب وغادي نزيد مليحه، شويه د البزار اولا الفلفل الاسود. عندي هنايا توابل ديال السمك اختياريه، اللي ما عندوش ما يديرهاش. يمكن لكم ديروا شويه د الهريسه ولا غير شويه من التحميره، المهم هذه فيها كل شيء. غادي ندير غير رشه خفيفه، دائما الحوت ديال الفران ما كيبغيش العطريه بزاف. غادي ندير رشه خفيفه من بودره ديال الثوم، وعصره خفيفه من الحامض، تقريبا في المجموع واحد المعلقه صغيره. حنا نشفنا من الماء، ما بغيناش نعطيو السوائل، غير غادي نعطيو ديك النسمه ديال الحموضه. عندي هنايا دقيق الفينو، ماشي هو اللي كنصوبوا به الحرشه، اللي رق منه الفينو. غادي ناخذ كل قطعه ديال الحوت، وهاد الطريقه ما تخدموش بها غير رايه، ديروا بها اي حوت عندكم. غادي ناخذ كل مورسو وندوزو في الفينو، نحيدو دوك الزوائد اللي باقين، ونجيو ننزلو مباشره فوق اللاطه ديال الفران. لطبيعه الحال فرشنا لها الورق ديال الطهي لجوج الاسباب: باش الاولى ما تعذبكمش في الغسيل، ما غادي يقدر يتلصق ليكم، وثانيا باش ما تلصقش ليكم. من الاحسن ديروا الورق ديال الطهي، ولا كان ناشف راه ما غاديش يلصق. الا ما كانش فيه الماء راه ما غاديش يلصق نهائيا، غير باش تفاداو اي حاجه تقدر توقع. غادي ناخذ خويطات من زيت الزيتون، غير شويه هكا من الفوق، قطيره فوق من كل طرف. وغادي ندخلوه الفران اللي غادي يكون سخون مزيان، بحال غادي نطيبوا الخبز. تقريبا 10 15 دقيقه مشاعل من الفوق والتحت، وخرجوه فقط. بالنسبه للصلصه المرافقه اللذيذه ديال الحامض، عندي هنايا حبه ديال الكورنيشون مقطعه رقيقه، جوج فصوص ديال الثومه، نص معلقه ديال لاموطارد، شويه ديال الزبده ومليحه وبزيره، ونص عصير حامضه. هنا اللي بغى يحيد الزبده يمكن، ولكن كاين واحد المكون نسيت ما ذكرتوش، هانتوما تفهموا دابا. اذا هنايا غادي ناخذ مقيله، غادي ندير خليط ما بين الزبده والزيت. علاش انا غادي ندير الزبده؟ لان الصلصه في الاصل كيكون فيها الكريمه، حنا ما غاديش نديروا الكريمه. غادي ندير هذيك الثومه في الزبده والزيت ونخليها كتشحر غير شويه. غادي نزيد لا موطارد اولا الخردل نص معلقه، نخلطوا هادشي كامل مزيان. دائما فوق البوطه العافيه مهيله. من بعد غادي نزيدو الكورنيشون اللي عنده الكبار. يمكن لا كتعرفوا الكبار كيكون حبيبات صغيورين مكركبين، هذاك راه هو اللي كدار به هاد الصلصه في الاصل. ولكن بما ان ماشي كلشي عنده، ماشي كلشي كيعجبو المذاق ديالو، فاختاريت انني ندير الكورنيشون. كيعطي واحد الحموضه زوينين. حنا عارفين ان الحوت كيبغي الحموضه، فكيجي زوين معها. غادي نزيد العصير ديال الحامض بعد ما تشحر هذيك الثومه باش يبقى محافظ لينا على ديك الحموضه ديالو، وشويه د المليحه وبزيره. طبيعه الحال عيننا ميزاننا.
دائما على عافية مهيلة. هادشي غير كياخد واحد الشحيرة خفيفة. وهنايا في المرحله الاخيره غادي نزيد 2 معالق صغار، اولا على حسب الصلصه قداش بغيتوها نتوما، زعما على حسب الكميه. انا هنايا اكتفيت بواحد 2 معالق صغارين حتى ل3 ديال الياغورت مسوس. الا بغيتو تحيدوا الزبده في الاول وديروا الكريمه في التالي ممكن، كيف ما يمكن لكم. الناس اللي كياكلوا صحي راه واخا يستغناو على شي حاجه كيعرفوا المذاق كيفاش غادي يطلع، يعني تقدروا تحيدوا الزبده وهكا غتبقى عندنا صلصه 100% صحيه. اذا هنا زدت المعلقه ديال الياغورت، طفيت عليها صافي. راه ما انا ما شعلاش، غير كنخلط مزيان حتى تندمج هذوك العناصر. كتجي لذيذه هاد الصلصه، فيها المذاق ديال الحموضه وخفيفه، ماشي شي حاجه اللي غادي تاكلوها ثقيله، بنينه بزاف. غادي نرافقوا بها الحوت بعد ما دازت قلت لكم 10 حتى 15 دقيقه في الران سخون مزيان. غير يبان لكم خدلويا من الفوق يكون باقي محافظ على داك الماء اللي كيكون داخل فيه، خرجوه. غير ياخذ تحميره، قلبوا الفوق والتحت، الشيء اللي تحمرت عندكم صافي طفيو وخرجوه تماما بحال مقلي، ما كاين حتى فرق. خلاص دابا راه عندنا الصلصه، يعني باش المرافقه اللي لذيذه غيجيكم تماما بحال الا قليتوه. صدقوني وجربوها على ضمانتي. بالنسبه للصلص السلطه زوينه حتى هي. عندي هنايا خيزوه وحده اللي خديت هذاك المقص، ماشي المقص، الموس الايكونوميك ديال الخضر، وعطيتها هذاك الشكل. كتجي رقيقه، وتا اللي ما كياكلش خيزو كيضطر ياكلو لان رقيق، ما غاديش يعذبوه مع السنان ولا هذه. عندي هنا فلفله مشويه شويته فوق البوطه، كتعطي واحد المذاق زوين ديال الفومي، قطعتها رقيقه. بطاطا اللي مسلوقه في الماء والملح، نسلقوها ونحاولوا ما نخليوهاش تهرى. عندي هنايا طبيعه الحال تتبرد بصله خضاريه وحده قطعتها، كتجي زوينه هاد البصله الخضاريه ولا البورو اللي بغيتو. شويه ديال المايس، كورنيشون، شويه الزيتون، كلشي طقطقته صغير، قطعته قطع صغيورين. شويه ديال المعدنوس كيجي لذيذ. وعندي هنا جامبون فيمي الا بغيتو اختياري، خديت شويه قطعته طويل وشويه قطعته رقيق باش يعطيونا هكا المذاقات، تجينا بزاف ديال لي تكستور في الشلاضه. شويه الفرomاج. بالنسبه للصلصه عندي حك من الياغورت طبيعي، عندي هنايا 2 معالق صغارين ديال زيت زيتون، عندي لا موطارد تقريبا معلقه مع براش او لا خردل، عندي عصير ديال نص حامضه، ما نديروش كامل، تقريبا عيننا ميزاننا. غادي نزيدو هنايا شويه د الملح، شويه د البزار. واخا عندنا بزاف د المكونات مالحين في الشلاضه، غير زيدوا هذا الملح لان كاينه البطاطا كتشرب شويه الملوحه. وغادي نجيب كل شيء ونطحنو. هنايا نسيت ما حكيتش بيضه، ضروري ما كنحك البيض ديال البيضه، كيجي زوين في الشوفه وزوين حتى في المذاق، وحتى كيزيد في القيمه الغذائيه ديالها. غادي نحك البيض ديال البيضه والصفر غادي نخليه تنزيدو من الفوق، ما نرميوش طبيعه الحال. يمكن لكم تفرتوه من الفوق لان الا درتوه لداخل غادي يتفرتت، فهمتي. الصلصه كتجي على هذا الشكل لذيذه، رافقوا بها جميع الانواع ديال السلطات اللي كتبغيوهم صحيين. حسن لكم من المايونيز. هنايا في الاخر غادي عندي هنايا داك الشبت اوراق ديال البسباس، اللي عنده لا سيبولات يديرها، ولكن هادو زوينين وبنانين، البنه ديالهم خفيفه اولا المذاق. بطبيعه الحال راه كتاخذوهم يا اما كتلقاوهم في البسباس اولا غير الخضار اللي كتقداو من عنده. قول لي عطيني شويه الورق البسباس، غادي يفرح يعطيك بزاف، غادي يتهنى منهم، لان حنا ما كنطيبوش بهم، فسبحان الله ما عندناش ثقافتهم رغم انهم صحيين وزوينين وبنانين. غادي ناخذ شويه ونديرو هكا من الفوق. غادي اللي ما عندوش يدير المعدنوس فهاد الصلصه وصافي. اذا غادي نخلطها ونجيو نسقيو السلطه ديالنا، كتجي بنينه. يمكن لكم تزيدوا الخيار حتى هو، تقطعوه بهذاك الموس ايكونوميك، غادي يجيكم شرائح طوالين حتى هو كيجي زوين صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا بعد ما غادي ديروا فيها هذيك لاصوص. يمكن لكم هاد النوع ديال السلطات واخا ديروا لاصوص قبل مثلا بواحد الساعه ولا ساعتين ما غاديش يعطيكم الماء
لان ما كايناش شي حاجه اللي غتطلق الماء، ما كاينه لا مطيشه لا والو، بالعكس هذيك البطاطا غادي تشرب الصلصه وغتجي لذيذه بزاف. من الانواع ديال السلطات اللي طايحين عليهم هاد الايامات، لان كيجيو زوين، كتجي زوينه زوينه بزاف. اللي بغى يتفادى المراحل غادي يدير المايونيز. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما وعدتكم بجوج غديوه صحيه ولا جوج الوصفات صحيين. اللي بغى يحيد جامبون فيمي باش ما تقولوش لي ماشي صحي يحيدوا، ولكن دائما كنحاولوا نديروا واحد ليكيليبر. ضروري ما كندخلوا شي حاجه بنينه ولا شي حاجه هكا كتعجبنا، ما كيكونش الحرمان ضروري. اذا هنايا هذا الحوت بعد ما كنديروا ليه هذيك الصلصه كيجي على هذا الشكل. غادي نترحموا ليا الوالدين على هاد الطريقه ديال الحوت. خدموا كاع انواع الحوت هكا غادي نتهناو من القلي. وحتى المذاق ما غاديش المذاق كنأكد لكم بحال كتاكلوا الحوت مقلي، غير ما تكثروش ليه الطياب باش ما ينشفش لكم في الفران. هكا غتكونوا تهنيتوا من الزيت، تكيسوا على الميزانيه وحتى على الصحه اللي هي اهم من كل شيء. خليتكم في امان الله وحفظه.